نجح الاتحاد الفرنسي المغربي لكرة القدم لإقناع لاعب وسط نادي لانس الفرنسي نايل العناوي لتمثيل منتخب أسود الأطلس. وفي وقت سابق نجحت المغرب في استقطاب عدد كبير من اللاعبين المولودين في أوروبا والحاملين الجنسية المزدوجة، أبرزهم حكيم زياش، أشرف حكيمي، وكان آخرهم إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد، والذي شارك الأسبوع الماضي بقميص أسود الأطلس في وديتي أنغولا وموريتانيا. ووفقا لمجلة 11 مونديال الفرنسية، فإن نايل العناوي يحظى باهتمام كبير من مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي، الذي بدأ في الاتصالات مع اللاعب وأفراد عائلته كخطوة أولى لمحاولة ضمه لزملائه أشرف حكيمي وزياش وإبراهيم دياز. وأكد الركراكي أنه أقنع اللاعب نايل العناوي بالانضمام إلى المنتخب المغربي رفقة زملائه. ويذكر أن نايل العناوي صاحب 23 عام شارك في 26 مباراة مع الفريق الأول لنادي لانس وسجل هدفا وحيدا.